صباح الخير محبين الزراعة. طبعا أحد المتابعين طلب مني تكاثر بتونيا الصحراء. هو طبعا اللون الوردي واللون الأبيض والبنفسجي. هذا طبعا هنا البتونيا هذا ثلاث ألوان. هو الوردي طبعا هاي وردي مثل هنا. طبعا أنا عدت المقطع اللي حبيت أضيف إليه هو التكاثر بالماء. طبعا التكاثر ماله كل سهل وبالبذور يعني أول. طبعا احد الاخوه يقول جاي طول المقطع يا اخوان، يعني شو اسوي بعد؟ يعني على مود نوصل المعلومه كلش بالمضبوط عشان نعطيها على النص ما يصير. يا اخوان اول تكاثر عندنا بالبذور. هاي البذور البتونيه. شوفوا طبعا نذبها على التربه بسرعه راح تطق، بس طق الرطوبه هي تطق. طبعا هو هاي هي مالت الزراعه هيك. هاي طبعا بيش، هاي بالبذور. هاي هيك هي وذب لها ماء. هاي اول طريقه بيش بالبذور. عندك الطريقه الثانيه. هاي طبعا شوف هذا يطقطق. هاي الطريقة طبعا الثانية بالماي. اسمع تطقطق. خف الأوراق عنه هيك هي. خله وين بالماي. طبعا نص، هسه تقريبا 20 سنتي، نص بالماي ونص ظاهر. هذا وين حطه بالماي. طبعا نص ماي. طبعا اللي تكاثروا بالماي على مود تشوف يقولون طول مقطع. شنو ما طول مقطع؟ هذا هو كل شيء بواحد. متكاثرون بالماي كل يومين تغيرون الماي. كل يومين 3 ايام تغيرون الماي، تخلون الماي بالنص. بطل ايش يخلونه وين؟ بالفياي تحت الاشجار. وين؟ بالفياي. شمس ماكو، اي تكاثر شمس ماكو. خلونا بالماي قلنا لكم نص، وتغيرونه كل يوم يمكن 3 ايام تغيرون الماي. طبعا هو ورا تقريبا 15 20 يوم هو راح يجذر. من يجذر بالماي تحولون التربه. سقي يوميه اول ايام. سقي يوميه يعني مش اللي اللي انت مكاثره بماي. طبعا اكثر من واحد دائما يدخلوا لي الامور انه من يحول النبات بالكاثره بالماء الى التربه جاي يموت عندهم. طبعا اي نبات تحولون التربه بس كل ما هي مالحه غير يوميا سقي. لانه هو مكاثرته وين؟ بالماء. متعود هو على متاقلم بالماء. لازم هنا يوميا سقي، انت مو عطشه يوميا سقي. بس هذا التكاثر مالته بالماء. التكاثر صار شيء بيش بالتربه بالاقل. طبعا نستخدم هنا الباط. هاي هو الاوراق عنه هم. خفف الاوراق خليها. شوف شوف ايش قدرت تتكاثر والله. هاي شوف هاي. هو وين طلع جذور؟ طلع من هون. من هاي من هنا ما يطلع من هنا. بعض الاشجار يطلع من هنا، لا يطلع من تحت. شوف ايش قد جاي يخليه. هو اهم شيء هذا ينمو بيه الخضري. هذا هنا يطلع جذور. هاي المتين يطلع بيه جذور من هنا. سهل التكاثر واقوى نبات يتحمل الحراره. هيك هي. اهم شيء شنو طريقه؟ هاي الطريقه شهر السابع واغطيه بهاي. شهر السابع صحنه. هاي طبعا شو قدامكم. هاي صار له 5 ايام. الولد معلق لي راح اشوف هذا. شوفه صار له 5 ايام. شوف لا متاثر. طبعا لو مخليه بدون هاي النايلون ذبل ومات. هسه اي نبات تخليه هيك هي لان جونا حار. اهم شيء تحافظ على الرطوبه. رطوبه الاوراق يظل رطب الاوراق بيش بالكيس. كيس ام بطل مال الزجاج. شوف هسه صار الله شاهد 5 ايام من هاي قدامكم. طبعا لو قلنا لكم 15 يوم الى 20 يوم يجذب. هاي الطريقة الثانية. خليه بس أهم شيء تحت الأشجار. والله البذور بالشمس المباشرة. زراعة البذور بالشمس المباشرة ماكو إشكال. بس التكاثر بالماي أم بالعقل تحت الأشجار بالفياي يعني ما تلوح الشمس. إن شاء الله مقطع للفائدة. نسقي ونوديه تحت الأشجار والسقي يوميا يسقوه. يوميا مرة شوية يوميا أضيف له شوية. يوميا شوية أضيف. وبالنهاية السلام ختام حبايبي.